واليوم نروحوا للصيف كي قربت عاشوراء باش نديروا المفرمسه الصيفيه على طريقه ناس الصيف. السلام عليكم. ما كاش كيفاش تقول الصيف وما تقولش المفرمسه الصيفيه. اليوم حنديروا الورق تاع المفرمسه ونزيدوا نديروا معاها لاصوص اللي يجيب الفرماس والزبيب. وبما انه قرب عاشوراء لازم تجربوها، وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبل تاع الدنيا. هنا عندي واحد الكيلو وشويه هكذا، كيلو 200 غرام تاع الدقيق يكون رطب، حطيته في جفنه، ندير معاه كميه تاع الملح اللي راح ندوبها فيه ما يكون شويه دافي. بعدها نبدا نطم بهذاك الماء الدافي حتى نحصل على عجينه تكون حاكمه روحها وشويه طريه، ما تكونش تلقى روحها وما تكونش يابسه بزاف كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ما نعجنها ما والو، نغطيها ونخليها تريح. بعد ما تريح واحد نص ساعه تلقاو العجينه تلقت روحها، نحطها انا حنعجنها في البيتخان ونبدا نعجن فيها هنا في البيتخان. اذا شفتوا باللي راهي بدات تعجن وما هيش تلقى روحها وها هي يابسه، اقعدوا ضيفوا لها بالمغرف تاع الماء حتى وين تلقى وتولي لكم شويه طريه. شوفوا كيما انا ما ضفت لهاش كامل الماء، خليتها تعجن مليح مليح واحد 13 دقيقه. بعدها حطيتها في ان بول، غطيت عليها ونزيد نخليها تريح واحد نص ساعه واحده اخرى. هنا نحكم دو بابي كويسون نسي نشكلهم على شكل دائري باش نفتح فيهم الورق تاع المفرمسه الصيفيه، ولصقتهم غير بشويه تاع الزيت. شوفوا هنا العجينه بعد ما ريحت لي قرصتها قرصات يكونوا صغار كيما راكم تشوفوا، سيو صغروهم مليح باش ما تجيكمش خشينه، باش يجوكم رقاق. بعد ما تقرصوهم هكذاك صغار خلوهم يريحوا مليح مليح باش يساعدوكم كي تكونوا تفتحوا فيهم. تفتحوهم دائما بشويه تاع الزيت، نمشوهم مليح، نرقوهم مليح مليح ونطيبوهم في طاوه تكون سخونه على نار تكون قليله، تكون مدهونه بشويه تاع الزيت. ما تخلوهمش يطولوا بزاف كي يكونوا يطيبوا، طيبوهم ثاني في ليكوتي وتنحوهم. انا نحب نطيب بالحبه. نروحوا هنايا اللاصوص تاعنا في طنجره، درت فيها شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، حطيت المراسم تاع الدجاج واللحم يتقلاو مليح، درت زوج حبات تاع بصل اللي كنت رحيتهم مع القزبر والعكري والملح والفلكحل، هذا ما كانوش درت. وعاود رديتهم فوق النار يتقلاو مليح، درت لهم مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع البطاطا، زوج سنات ولا ثلاثه تاع الثوم اللي يكونوا مسكرفجين، درت هنا معاهم زوج حبات كبار ولا ثلاثه حبات متوسطين تاع طوماطيش تكون مرحيه مع راس تاع الحار، نخليهم يتقلاو مليح ونمرق تمريقه تكون مليحه بالما يكون سخون، ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في الكوكوطه. هنا نروح نجيب الفرماس تاعي اللي تلقاوه يتباع عند اللي يبيعوا التوابل والاعشاب اللي يكون عندهم محلات كبار جينيرالمون هما اللي يجيبوهم. في هذه الكميه استخدمت حوالي 80 غرام حتى ل 90 غرام تاع الفرماس اللي كنت شللته مليح ودرته في كاسرونه فيها شويه تاع ماء، خليته يطيب مليح مليح حتى وين يولي طري. بعدها ترحوه مليح. هنا نروح نشوف هذيك لاصوص بعد ما طاب الدجاج واللحم نحيهم باش نضيف عليهم الحميصه. انا كي العاده نستخدم الحميصه تاع بونو، دات الجوده العاليه، نتمنى انكم تجربوها خاصه في الاطباق التقليديه. شوفوا الحبه الله يبارك تجي كبيره وما تسبب لكم حتى مشاكل في الهضم، وزيد الوقت تاع الطياب تاعها يا ربي تدي لكم 5 دقائق 10 دقائق وهي طابت. غير نحطها نزيد معاها هذاك الفرماس اللي كنت رحيته، نزيدكم شويه تاع الزبيب اللي كنت شمختو. انا درت زبيب الكحل، تقدروا ديروا زبيب العادي، خليهم يتكتكوا شويه فوق النار قسما تكمل طيب هذيك الحميصه والزبيب ونطفي عليها. هنا نروح نجيب الورق تاعي بعد ما كنت طيبتهم. شوفوا الله يبارك الكميه اللي خرجت لي. هنا كنت خديت كميه منها قطعتها خليتها تفور شويه قسما تلقى روحها برك وتقدموها بالدجاج واللحم والحميصه والزبيب وهذيك لاصوص اللي كنا طيبناها. وما تنساوش تضربوا طلع على لاباج تاع بونو وبصحتكم.